النقابات مع اصحاب الاعمال او مع الدوله بتحاول، ووزاره القوى العامله بتحاول، لكن كل نظام يعني في فتره من الفترات بيبقى في نوع من عدم التوازن على اساس انتقال من مرحله الى مرحله اخرى. لكن بعتقد مع التطوير ومع كده هيبقى ان شاء الله. هل بتعتقد ان نقابات العمال هي تعبير بالفعل عن العمال الموجودين؟ والله النقابات بتحاول تجاهد، يعني بتحاول تبذل اقصى مجهود. لا انا ما سالتش بتبذل مجهود، لا انا بتكلم هل هي بتعبر بالفعل عن العمال انهم هم تعبير غير حقيقي عن العمال؟ لا، تعبير حقيقي، بدليل ان هي بتخش مفاوضات. يعني احنا على سبيل المثال كنقابه عامه هندسيه بنخش مفاوضات مع وزاره القوى العامله كتيره، بننجح كتير ان احنا نعمل عقود مع الشركات، وبنحط نظم ولوائح على اساس ان الناس اللي بتطلع بنضمن الحد الاقصى لان هي تاخد حقوقها. يعني بنحاول دايما مع وزاره القوى العامله عن طريق المؤسسات المعنيه في البلد. النقابات بتتحرك، النقابات مش نايمه، لكن زي ما قلت سيادتك الموضوع اكبر. يعني الموضوع مش عمليه او اتنين، ده موضوع انت بتغير بلد، بتغير سيستم بلد كله، وبالتالي هنا قطاع بينزل، هنا قطاع بينزل. يعني فهنا في حراك نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي الناس بتمر بيها، لكن النقابات بتحاول. طب استاذ صلاح، اسمع تقييمك انت لهذا الموضوع. هو الحقيقه مش انتوا اظن القطاع النسيج ما شاء الله كان في عدد لا باس به من صاحب الرقم القياسي صاحب الرقم القياسي هنا. نعم. اتفضل. نعم. هو صناعه النسيج بطبيعتها تختلف عن جميع الصناعات. صناعه حساسه، الفتله تشتغل بالفتله، فهي مليئه بالمشاكل، تتاثر بدءا من والحفاظ على الخيط ده، يعني من لو الخامة. كان بيني وبينه معاويه بدءا من الخامه. لو ان الخامه جيده العامل بيطلع انتاج جيد، وخاصه انه بيشتغل بالانتاج. يعني انا سمعت مره في حلقه احد رجال الاعمال بيقول ان العامل المصري اللي ما كانش يبقى فيه رقابه وحد واقف فوق دماغه ما بيشتغلش. هذا الكلام مش مظبوط. ليه؟ لأن أولا العامل المصري بيشتغل بالإنتاج، أجره مرتبط بالإنتاج. إذا أنا ما أنتجتش مش هقبض. فأنا صاحب مصلحة مش محتاج حد يراقبني، لأن أنا عايز أقبض وأقبض كلما استطعت مزيدا من الإنتاج عشان أخد مزيدا من الأجر. فبالتالي مش محتاج حد يراقبني، لأن أنا عايز مصلحتي. النقابات أولا ما هي السلطة التنفيذية. يعني أنا ولكنها سلطة التعبير عن رأي العمال. تعبير احنا متطوعين، وقوة تفاوضية ضاغطة مع الإدارة أيا ما كانت الإدارة، سواء كانت الإدارة هي دولة أو مع المالك أي من كان. في الآخر إذا ما تعذر علي أيا كان اللي بينادي إن بيقول لك مثلا إيه، بنسمع تعبيرات كده يقول لك إيه، تنظيم نقابي حكومي. لا، أنا واحد من الناس في حلوان، أنا وزملائي بننتخب رغم أنف الحكومة. يعني لو الحكومة مش عايزانا، ومع ذلك الليست بتاعنا بتاع العمال، وبيتقال كده ليست العمال في الانتخابات هو اللي بينجح في شركة مصر حلوان. يبقى منين احنا بتوع الحكومة؟ ما هي نبرتك نبرة مش حكومة طول الوقت، ما احنا نبرة الاثنين الحقيقة مش حكومة، احنا طول الوقت قاعدين في حضرتك. دي حاجة. المشاكل، أنا بشتغل مع قطاع خاص. القطاع الخاص له ألاعيبه الكتير. أما أجي أقول له علاوة ويجي هو يقدم يقول طب أنا متعثر وخسران، القانون بيقول له قدم شكوى للمجلس القومي للأجور، قول أسباب تعثرك وارفق بيها 3 ميزانيات ل3 سنوات سابقة. الكثير منهم، ولا شك يعني سنة ربنا في خلقه، البشر مش كلهم واحد، زي احنا فينا من ده ومن ده. وأيضا رجال الأعمال فيهم البعض ضميره حي، عايز استقرار، عايز يحافظ على عماله، وله نظرة راقية، الحفاظ على العامل، الحفاظ على الاستقرار، يديله عائد أفضل. في فكر غير كده، في فكر إنه عايز ياخد كل حاجة وببلاش وما يديش. التأمين على العمال، وعامل أجره 1000 جنيه على النول اللي بنشوفه في الصورة ده في التقرير ده. 1000 جنيه ده نول جاكر اللي بيشتغل الأقمشة الراقية، الحاجات الراقية المرتفعة ذات القيمة العالية، فالعامل بتاعه أجره عالي. يبقى أجره مثلا 1000 جنيه في الشهر، يعمل له على 100 جنيه إن أجره الأساسي. القطاع الخاص إن هو بيعمل عشان يخفض
على الأقل 90% من القطاع الخاص كده. ده اللي هو التأمينات اللي اتكلم عنها أحد الزملاء في التقرير. أنا هو بيتكلم عن التأمينات. ده كلام حقيقي. ده كلام حقيقي. أصغر من الدخل الحقيقي أو الراتب الحقيقي. دي مشكلة. مين المنوط به هنا أن له صفة الضبطية القضائية؟ موظف الحكومة. الحكومة، القوى العاملة، التأمينات ليها القانون بيديله صفة الضبطية القضائية، يخش يفتش ويطلع على السجلات ويشوف الحقيقة ويناقش العمال والكلام ده مش قوي، مش بيحصل بشكل كويس. يعني خلينا نقول ان الحكومه الجانب الخاص فيما يتعلق بالرقابه على التامينات ده اللي مش عندي انا كتنظيم نقابه، ده مش موجود بشكل جيد. ده اللي مش عندي انا، ماليش هذه السلطه. انا لما تجيني مشكله تخص عمال مصنع اقوم بدوري اروح لصاحب المصنع اتفاوض معاه، قد نتفق وقد نختلف. طب لما بيحصل اضراب او اعتصام، انت موقفك ايه نقابي؟ بتقف مع الاعتصام او الاضراب، ولا بتحاول انك تحل المشكله، ولا امتى بتقف معاه، امتى بتحاول تمنعه، امتى بتتفاوض معاه؟ هقول لحضرتك بقى ما دام جينا في الاضراب. انا هدي لك كما عارف حضرتك لك تعليق، اتفضل. بدأنا نتكلم عن الاضراب ومشاكل الخصخصه. معظم اللي اشتروا شركات الدوله اللي بتباع ببلاش، هو اقصد ببلاش يعني اقل من القيمه. هي نقطة جدلية مش وقتها دلوقتي، يعني نقطة جدلية، هناك أطراف مختلفة، ده وجهة نظرك وجهة نظر البعض، وهناك البعض له وجهة نظر مختلفة ومغايرة. من وجهة نظرنا العمالية، وجهة نظرك، أنا عارف مصنعي، وجهة نظرك إنها لا تساوي. اللي بيشتري مش عينه مش جاي يشتغل، عينه على الأرض. بعد ما يشتغل مفيش في عقود. معظم احنا عندنا عقد اللي تدخلنا فيه نقابة الغزل والنسيج بتاع شركة شبين الغزل، تحط فيه نصوص محددة بتحفظ حقوق العمال في 1 2 3. عدا هذا، ده آخر عقد اتعمل. ده آخر عقد. عدا هذا وما يؤمل ان ده يتحط في أي عقود جاية يعني. لا يوجد في عقود البيع شرط يلزم بالحفاظ بالعمل غير الحفاظ على حقوق العمال. كلمة عامة مبهمة. آخر عندنا حالة دلوقتي مثال للخصخصة، ده مجرد مثال. أحد المستثمرين سعودي جه اشترى شركة سنة 2005. المفروض العمال بياخدوا أرباح، ليهم نظام حافز، ليهم علاوات اللي بتقرر سنويا، العلاوات الدورية، الحقوق الدورية المادية بتاعتهم. دي حقوق قانونية مشروعة. مش عايز يصرف. دخلنا معاه في مفاوضات. آخر مفاوضة حضرها الزميل الأستاذ سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة مع ممثل الشركة في وزارة القوى العاملة في 6/11 سنة 2008. إنه يصرف العلاوة. إنه وصل لإيه؟ بياخدوا مثلا الحافز ده على أجر 2004. أنا النهاردة في 2009 2008 أجري في 2008 غير 2004. حاسبني على أجر النهاردة؟ لا. فده مطلب إنك تديني على أجر بتاع اليوم، ده حق. اديني العلاوة. إيه دور النقابة وإيه دور الدولة في هذا الموضوع؟ بعد عملنا مفاوضة، المفاوضة وتوقع عليها مننا كنقابة من وزارة القوى العاملة، إدارة المصنع أو إدارة الشركة، ولم يلتزم صاحب العمل. يبقى إذن عدم التزام صاحب العمل أدى إلى إيه؟ إن العمال يخرجوا